أيام زمان. أيام زمان تمثيلية من تأليف طاهر أبو فاشا، إخراج مصطفى صادق. اتفضل من هنا يا سعادة الباشا. ايش سيبها يا ولد يا عفريت. ما شاء الله ما شاء الله. بتاعت مين الغنم دي يا واد يا تسوق؟ دي يا سعادة الباشا، دي يا سعادة الباشا. دي ايه ما تتكلم. بتاعت مين الغنم دي؟ دي شركة مع ابن سعادتك. عشان كده سايبينها ترعى في الارض بتاعتي. ما هو شركة مع ابن سعادتك يا سعادة الباشا. مين فيهم؟ ابن سعادتك سيف الدين بيه مشاركني عليها بالنص يا سعادة الباشا. كويس قوي والله، كويس قوي. سيف الدين ابن خليل باشا الأرناؤوطي يشارك واحد فلاح زيك. ما هي الحكاية؟ اخرس. طيب اهو. اسمها قلة أدب، ده كلام فارغ. ما هو يا سعادة الباشا. يا سعادة الباشا اخرس بقول لك. خرست اهو. واحد فلاح زيك يشارك سيده يا سعادة الباشا ربنا اقول لك اخرس. طيب يا افندي. افندم سعادة الباشا. انت تاخد الراجل الفلاح ده وتروح تحاسبه. يا حسين اخرس يا ولد. اصل الحكاية. اسكت انت. ايوه يا سعادة الباشا. الشركة دي اللي بين ابن سيف الدين وبين الفلاح ده تروح تحلها. هما شركة في الغنم دي زي ما بيقول، مش كده؟ ايوه. يا يدفع نص ثمنها وتبقى بتاعته كلها، يا ياخد نص ثمنها ويسيبها كلها. الله. انا ابني ما يشاركش فلاحين. يا سعادة الباشا اسكت يا راجل انت. اسكت ازاي يا عالم؟ تسكت يا ولد. لا عايز اهو. سكت. امري الى الله. تعال. اسمع يا ابراهيم افندي. افندم. تتوصى بيه، فاهم؟ فاهم يا سعادة الباشا. اتفضل يا حاج تسوق، اتفضل. جنيه ونص. اسكت يا حاج تسوقي ما تغلطنيش امال. ايه عندك التسعة ب9 جنيه والنص ب4.5، يبقى ادي 13.5. وعندك كمان يا ابراهيم افندي 4 نعجات. يا ابراهيم افندي حرام عليك، انت عارف الموضوع. وبعدين معاك بقى مش هنعرف نضرب الحسبة ولا ايه؟ انت عارف ان الغنم دي بتاعتي. الله، انت مش قلت له بعظمة لسانك انها شركة بالنص بينك وبين سيف الدين بيه؟ ماني لو ما كنتش قلت كده كان يأذيني. أنا لو كنت قلت له انها بتاعتي كان سعادته هيتعذرن ويقول لي سايبها ترعى في ارض الوصية ليه، وسبحان من يعلم كان يعمل فيا ايه. قلت اكذب عليه كذبه واقول انها شركه سيف الدين بيه ونسيتوا الحكايه يا ابراهيم افندي. طب هي ما فاتتش يا حاج تسوق. لكن ده ما يرضيش ربنا يا عالم، ده ظلم. انت عارف يا ابراهيم افندي ان الغنم دي بتاعتي ولا شركه سيف الدين بيه ولا حاجه. ما هو انت اللي قلت له وانا اللي قلت له يا اخي. ما انا كنت خايف يا ابراهيم افندي. خلاص وانا هعمل لك ايه بقى؟ ايه عندك 13 جنيه ونص، وده 4 في 2 ب8، يبقوا 21.5. مع ختم ولا هتبصم؟ ابصم على ايه؟ الله، على انك استلمت 10 جنيه. 10 جنيه؟ و75 قرش كمان لاجل الحقيقة. ايه الكلام ده انا هروح المركز. هو مفيش حكومة؟ اسمع يا حاج تسوقي، مفيش لزوم ابدا للكلام ده. انت اعترفت بلسانك ان الغنم شركة بينك وبين سيف الدين بيه، وفيه شهود. وحتى لو ما كانش فيه شهود ومعقول يا راجل انهم يصدقوك ويكذبوا سعادة الباشا؟ اما حاجة عجيبة قوي يا راجل، خليك عاقل. انت بقى بتختم هنا احسن لك، ومفيش داعي تعرض نفسك للأذية. وهو فيه بعد كده أذية يا عالم؟ وبعدين معاك بقى 9 خرفان و4 نعجات، نصهم ب10 جنيه و75 قرش. ايوه ده تقدير الدايره يا حاج تسوقي. دول ما يجوش 8 خروفين يا ابراهيم افندي. انت بتطعن في تقدير الدايره يا راجل. انت هتختم ولا هتبصم؟ ولا هختم ولا هبصم.
انا هروح ابيع النميسه اللي في صدر بنتي هنيه واكمل عليه واجيب لكم 10 جنيه و75 قرش وامري لله. نعم نعم الله عليه. الله، انت بتتكلم ازاي يا حاج تسوق؟ الله، مش الباشا قال لك تحاسبني؟ لا بيع النص لا اشتري النص، انا هشتري وامري لله. انت عاوز تعصلج يعني كمان؟ انت عارف بقى اللي بيعصلجوا بيجرى لهم ايه؟ ها؟ طيب بقى ما تاكل عيش وانت ساكت. الله، مش كفايه انها تبقى بتاعتي وادفع ثمنها يا عالم؟ ايوه يا ابراهيم افندي. يا خبر، ده سعاده الباشا. اوعى كده، اقف هنا اقف هنا اقف هنا. اتفضل يا سعاده الباشا. اتفضل. عملت ايه يا ابراهيم افندي؟ انت لسه هنا ولا تسوقي؟ لا خلاص سعاده الباشا. هتبصم يا حاج تسوقي ولا معاك خط؟ اللي تشوفوه. طيب هات صباعك، هات اهو. استنى، هنا اهو. ايوه كده. بس خلاص يا سيدي، يلا بقى مع السلامه. مع السلامه؟ امال عاوز يقول لك ايه؟ يجيب لك الطبل التركي؟ الله، هو انا لسه جبت حاجه؟ بعدين. الله، امال خلتوني ابصم ليه؟ يا راجل انت مش مأمن الدايره ولا ايه؟ استغفر الله يا سعاده الباشا. لكن يا سيدي يا ريت لك عند الدايره 1000 جنيه. خلاص مع السلامه. لسه عاوز حاجه تانية؟ لا يا سيدي، كتر خيركم. انت اللي عالم ومطلع يا رب. ايه اللي حصل يا هنيه؟ هو فين ابوك؟ قاعد جوه في المقعد. تعالى خش هنا. ازاي الكلام ده؟ ايه اللي حصل يا خالد سوق؟ اللي حصل وصل. الله، انت بتعيطي يا مرات خال؟ ربنا يأذي المؤذي. والباشا اداك ثمن الغنم ولا لا؟ هو اللي بياخد بيدي. يعني جت فينا النباد يا ابو الحاج؟ ربنا عاوز كده. لا يا ابو الحاج، ربنا ما قالش كده ابدا. انا عارف ان الباشا ده مش هيجيبها البار. عفوه، ده ما فيش مره يزور فيها العزبه الا لما يخرب بيوت الفلاحين ويعمل اللي ما يتعمل. وايه اللي بايدينا؟ اسمع يابا اما اقول لك. تقولي لي ايه وتعيدي لي ايه؟ انا هروح اكلم سيف الدين بيه. سيف الدين؟ ايوه يا عطوه، اروح اقول له كل حاجه وافهمه ان الغنم دي بتاعتنا كلتها وما كانتش شركها عشان يروح يكلم ابوه. يكلمه في ايه؟ يعني هو مش عارف يا هنيه؟ ما هم عارفين كل حاجه. لكن يابا بيتهيألي اني لو كلمت سيف الدين بيه هيرجع لنا. تعرفي سيف الدين منين يا هنيه؟ امبارح وانا جايه بالزلعه جابني على الزراعيه وكلمني. وكلمتيه؟ ويحصل ايه يعني لما تكلمه انت الاخر يا عاطف؟ وما كلموش ليه؟ انا هروح اقول له على الحكايه عشان يكلم الباشا واللي يحصل بقى. حاج تسوقي يا بنتي ما يجيش منه، عليه العوض ومنه العوض. مش يمكن يابا لما كلم الباشا. انت بتقول ايه يا هنيه؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ يحصل حاجات كتير قوي. ما تتكلم يا خال. ما تسمع كلام خطيبك يا هنيه. خطيبها وابن عمتها يا خال، ولا ايه يا مرات خال؟ برضه كده يا عاطف، انت معاك حد. اسمعي يا هنيه، انا بقول لك اهو قدام ابوكي وقدام امي، مش عاوزك تقابلي الواد البيه ده ابدا. لو عرفت انك رحت له مش هيحصل طيب ابدا. يا اختي انت زعلت ولا ايه يا عطوه؟ ربنا ما يجيب زعل يا ابني. المثل بيقول يا بنتي ابعد عن الشر وغنيله. طيب ياب، ابعد عن الشر وغنيله. لا فارم عليك يا ابراهيم افندي. امال يا سعاده الباشا، انت عارف محسوبك يا سعاده الباشا. يعني وعملت ايه في الفدان ونص اللي جنب الجنينه؟ دول لازم يخشوا الجنينه بتاعت سعادتك طبعا. طيب امتى؟ انا عاوز انتهي من كل حاجه قبل ما اسافر. ايوه الورق اهو، انا محضر الورق ومستني بس الفلاح يجي يبصم عليه. طيب يا ابراهيم افندي، ولما يعصلك معاك؟ انت عارف محسوبك يا سعاده الباشا. ايه ده اهو؟ امال لكن انت ما قلتليش اسمه ايه الفلاح ده؟ ايوه اسمه دسوقي او النوارج. دسوقي؟ ايوه يا سعاده الباشا. الراجل اللي خدنا الغنم بتاعته؟ ايوه يا سعاده الباشا،
طيب مش كنت تقول لي يا ابراهيم افندي؟ انا عامل حساب كل حاجة. ايوه بس برضه لازم توزعها يعني، ولا لازم ناخد منه الغنم والارض كمان؟ وماله يا سعادة الباشا، ما هو كله مكسب. كله مكسب؟ ايوه يا سعادة الباشا، احنا هندفع حاجة؟ هو يا دوب العربون ونخليه يبصم على الورق وينتهي كل شيء. عفارم عليك يا ابراهيم. انت عارف محسوبك يا سعادة الباشا. هو بس العربون اللي هياخده بس. ابراهيم افندي. ايه ده يا سعادة الباشا ده؟ ده العربون يا ابراهيم. سعادة الباشا ربنا ما يحرمنيش منك يا سعادة الباشا. طب يعني لو كنت رحت قابلته كنت هتعمل ايه يا عاطف؟ انت عاوزه الحاجه يا بنت خالي؟ ايه ما كانش يحصل كويس. يعني كنت هتعمل ايه؟ يعني اهو ما كانش يحصل كويس وبس. لا يعني كنت هتعمل ايه؟ انت ما تعرفيش الواد البيه ده بيعمل ايه في البلد من يوم ما جول عزبه وسيرته ايه بين الناس. لكن يا عطوه اسمعي يا هنيه، ما تكلمنيش عن حاجه تانية، كلميني عن نفسك. قولي لي عن ايامنا اللي جايه. هو ابوكي ناوي يكتب كتابنا امتى يا بنت الخال؟ هو مش قالك بعد موسم القطن السنه دي يا عطوه؟ بعد موسم القطن؟ ايه كل آت قريب. ده انا هقعد اعد الايام بالدقيقه والثانيه. عطوه هنيه. يا خبر، ايه الوقت سرقني، انا اتاخرت يا عطوه. طب استنى ما اوصلك. هنيه فين هنيه؟ هو فين ابويا الحاج؟ تعالى يا عطوة. ايه الكلام اللي بيقولوه ده يا خال؟ احنا ما عدلناش قعد في البلد دي يا ابني. ليه؟ هي البلد بلدهم ولا بلد ابوهم؟ دي بلدنا احنا ودي ارض جدودنا. ما يجيش منه. وانت عرفت منين يا عطوة؟ هو في حاجه بتستخبى يا مرات خال؟ يعني كان نقصه الفدان ونص بتوع خالي؟ ده عنده 5000 فدان، يبص لابو فدان ونص؟ ده عصابه يا ابني، عصابه. وختمت لهم ليه بس على الورق يا خال؟ هو بايدي عطوة يا ابني، انت مش عارف عمايلهم. دول ما يقدر عليهم الا ربنا. جبطت قد ايه يا خال؟ اهم يا ابني ادوني 50 جنيه وختموني على ورق ما انا عارف كتبوا فيه ايه. يعني الفدان ما حصلش 35 جنيه. الفدان اللي مرضناش نبيعه ب 400 جنيه. وهو في فلاح يفرط في ارضه؟ دي الارض زي العرض، هو المنتجم وعالم. يعني لو كنت سبتوني اجابل سيف الدين بيه مش يمكن ما كانش حصل اللي حصل. انت بتقول ايه بس يا هنيه انت الاخرى؟ دول ناس البعد عنهم غنيمه يا بنتي. يعني مش معمول فرحنا السنه دي يا خال؟ احنا في ايه ولا في ايه انت كمان؟ فرح. طيب ودلوقتي هتعمل ايه يا خال؟ ادي السماء وادي الارض، يعني نسيبهم يعملوا فينا كده؟ واحنا بايدينا ايه؟ احنا نرفع عليهم قضيه. ايوه نرفع عليهم قضيه. هي البلد سايبه مفيش حكومه. ما هم الحكومه يا ام هنيه. حد يقدر يقول للغوله عينك حمرا؟ احنا قد القضاوي ومصاريف القضاوي، ومين اللي يرضى يرفع لنا قضيه ضد الباشا يا ام هنيه؟ انتوا بس لو تسيبوني اجابل سيف الدين بيه. وبعدين يا هنيه واللي عمل دلوقتي مفيش قدامنا غير ابراهيم افندي، يمكن لو غنزناه بقرشين ولا حاجه يصرف لنا شيء من ثمن الارض. مفيش غير كده. انا هروح اقابل ابراهيم افندي. وانا معاك يا خال. احنا مش هنغيب يا مرات خال. ربنا يجعل لكم في كل خطوه سلامي. ياخدوا الفدان ونص اللي حالتنا، هنعيش ازاي؟ وبعدين بقى ياما البكا مش هيجيب حاجه. وايه يملك الحزين غير الدموع يا هنيه؟ اروح اجابل سيف الدين ياما. انتوا بس خايفين من ايه؟ ده من يوم ما جم العزبي وهو كل ما يجابلني على الزراعيه يصبح علي. ما هو ده اللي مخوفني، دول الناس ما يخافوش ربنا يا بنتي. ايه ولا هيقدر يبص لي بنص عين. يحصل ايه يعني لما اروح اقول له؟ مش يمكن يكلم ابوه ولا يكلم ابراهيم افندي، وين حتى ما حصلش من ده حاجه، مش هنخسر حاجه ابدا.
مش عارفة ليه قلبي مش مطوعني. اعتمدي على الله يا اما. ونعم بالله يا بنتي. انا هقوم واوصل لحد هناك. طيب يا هنية، بس اوعى حد يشوفك يقول لابوك ولا يقول لعطوة، ما يحصلش. طيب ما تخافيش يا اما، خلي ايمانك بالله. ما تغيبيش عليا يا هنية. لا بس السكة يا اما. ادي الحكاية وادي اللي حصل يا سعادة البيت. لا ملوش حق بابا يعمل كده. أنا كمان قلت أرد عليك الجول، يمكن تكلم سعادة الباشا ولا تقول لإبراهيم أفندي. انتوا ربنا عطيكم، واحنا ناس ما حلتناش غير الفدان ونص دول عايشين عليهم يا سعادة البيت. لا اطمني، انا هرجع لكم الارض والغنم وكل حاجة عشان خاطر العينين الحلوين دول. طب بس شيل ايدك دي، ده انت هتكوني مبسوطة قوي. طب بس اوعى كده. ما تبقيش عبيط. الله، خبر ايه يا سعادة البيت؟ استني اوعى كده. امال يعني ايه؟ هي الحكاية جوه ولا ايه؟ طب ما انتش خارجة من هنا. ايه، هصوت والم عليك الدنيا. طب صوتي. طب بس نتفاهم، نتكلم بالذوق. ايه، ولا ذوق ولا عافية. والله لا انا رايحه للباشا، انا هروح لابوه. انا هرجع لكم الارض والغنم. امضغوها اهي عندكم. والله لا انا رايحه للباشا. طيب يا هنية، انا وانت والزمن طويل. خير، عملتوا ايه؟ ولا حاجة يا مرسال. زي ما رحنا زي ما جينا. الراجل ابراهيم افندي اللي رايحين نشتكي له عاوز هو راخر يمرمشني. هو عاد فينا حاجة تتمرمش؟ ربنا يكافئهم في عينهم البعض. واحنا هنفضل ساكتين على كده لامتى؟ يا ابني كان غيرك اشطر. انت ما شفتش اللي عملوه في بيت ابو اسماعيل؟ ما شفتش اللي عملوه في بيت ابو سويري؟ لكن ده ظلم، ده ربنا ما يرضاش بالظلم يا عالم. تقول لي مين؟ والله بيتهيألي اروح اطخ الباشا ده وزي ما تيجي. ايوه، علشان تنيلها اكتر واكتر. واحنا وش كده يا عطوي؟ والله الواحد ما هو عارف يعمل ايه. ما تقعد يا عطوي. معلش يا مرات خالي، اطلع عندي مشوار كده. الله، انا ما خدتش بالي. ايه؟ امال فين هنية؟ هنية. هنية راح تجيب لنا عيار جاز من زمان يا ام هنية. لسه خارجة اهي. طيب انا هرجع لكم بقى بعد شوية. سلام عليكم. يا سعادة الباشا، يا سعادة الباشا. لا امشي يا بنت، امشي. يا سعادة الباشا، يا سعادة الباشا، ربنا يخليك. الله، اطردوها البنت دي، ايه اللي جابها هنا؟ إلهي ربنا يخليك يا سعادة الباشا. تعرف انها طعمة البت دي يا واد يا ابراهيم. والله سعادتك كنت موقف يا سعادتي. تعالي يا شطرة. انت عايزة ايه؟ شكوى يا سعادة الباشا، والشكوى لغير الله مذل. شكوة ايه يا شطرة؟ يخلصك يا سعادة الباشا، إلهي ربنا يخليك ويطول لنا في عمرك. طيب يا بنتي. طيب ابراهيم افندي، امرك يا سعادة الباشا. هات لي البنت الطيبة المسكينة دي في المكتب اما اشوف بتشتكي من ايه. امرك يا سعادة الباشا. ربنا يخليك يا سعادة الباشا. على كل حال يا شطرة، انا سمعت شكوتك، انا هرجع لكم الارض وكل حاجة. اما بقى اللي عمله ابن سيف الدين فاظن برضو انك يعني تلتمسيله العذر. عذر؟ هي دي فيها اعذار يا سعادة الباشا؟ شاب زي ده يبقى معذور طبعا لما يشوف جمال زي جمالك ده. الله. تعرفي انك لطيفة ودمك زي الشربات. سعادة الباشا والله يا بنتي انا من ساعة ما شفت. طب بس اوعى ايدك دي كده. ضروري يعني التمنع. اختش يا سعادة البشمال. الله. اوعى بقول لك. الله، اختش يا سعادة الباشا.
الباشا. قوليها كمان. بقول لك ايه وعمال يا اختي. انت يعني عايزه تعفري يا بلطيه انت؟ طيب انا هديك اللي انت تطلبيه. ايوه كده. انت فاهمنا ايه؟ احنا ناس فقراء صحيح وعلى قد حالي، لكن في حاجه اسمها الشرف يا سعاده الباشا. استني بس استني. ايوه عمال كده يا اختي. بقول لك اوعي يا اختي. انت بتوقعيني على الارض يا بلطيه. كان ابوي وكان عطوه مع حاج لما منعوني. طب استني هنا، استني. عايز ايه؟ اوعى سيبني اخرج. هتخرجي بس بعد ما تفهميني على حقيقتي. افهم ايه؟ انا يا بنتي مبسوط اللي فيه ناس بسطة زيكم ومتمسكين بالشرف والاخلاق. ايه امال ايه اللي بتعمله ده يا سعاده الباشا؟ الله، انا يا بنتي كنت بمتحنك، كان لازم اتاكد منك. احنا برضو يا بنتي ولاد اصول ولنا مبادئ ولنا مثل، وعلى العموم انا هرجع لكم الارض بتاعتكم. اذا كان كلامك ده صحيح اديني الورق اللي خدته على ابوي. بس كده؟ حاضر. ايوه انا فاكه الخط واعرف الختم بتاع ابوي. لو كان الورق موجود كنت سلمتهولك دلوقتي اهو، لكن يا خساره انا بعته مصر امبارح، انما على العموم هتكلم في التليفون وبكره زي دلوقتي اهو تجيني هسلمهولك. قلت ايه؟ مش عارف اصدقك ولا اصدق قلبي. احنا فيها والميه تكدب الغطاس. طيب يا سعاده الباشا، بس بقى ارجوك تشيلي الفكره السيئه دي من دماغك، بلاش تسيء الظن بيا، لازم تصدقيني يا بنتي. الايام هتكشف كل حاجه. لا دي مش ايام، هو يوم واحد. انا هستناكي بكره زي دلوقتي، بس اسمعي يا هنيه. ايوه بلاش تجيبي سيره للحاج دسوقي ولا العطوه. يعني لو قلت لهم هيحوشوني. اتفقنا. خدي. اهدي. دي حاجه بسيطه. لا يا باشا احنا مش شحاتين، انا جايه لك اطلب حجنا هو بس. طيب اعتبريهم هديه. من امتى يا باشا كنت بتهدي ناس زيني؟ كده اهو. طيب على راحتك يا بنتي، على راحتك، مع السلامه. الله يسلمك. مستنيك يا هنيه. بمشيئه الله. يا سعاده الباشا. انت جيتي؟ اقعدي يا بنتي اقعدي. اظن ده الميعاد بتاعنا يا باشا. يا سلام، وانا عند وعدي. بس اتفضلي اقعدي اتفضلي. جبت الورق اللي خدته على ابويا؟ الورق اهو يا ستي، اهو اتفضلي. وريني. هو ده يا ستي؟ ايوه هو يا سعاده الباشا. كتر خيرك يا سعاده الباشا، إلهي ربنا يخليك ما يحرمناش منك يا سعاده الباشا. الله وخارجه كده على طول؟ حسن المراد بقى يا سعاده الباشا. طب بس مش لما تشربي الشاي بتاعنا؟ الشايك مشروب يا سعاده الباشا. ادخل. الشاي يا سعاده الباشا. اهو جالنا الشاي اهو يا ست لحد عندنا. اقعدي بقى يا ولد، هات انت الصينيه هنا. اتفضلي. معلش يا سعاده الباشا. اظن يعني بقى ما يصحش تكسفي ايدي. استغفر الله يا سعاده الباشا. اتفضلي اشربي اتفضلي. اسم الله على ايدك. شوفي كويس كده ولا تحبي كمان سكر؟ كويس كده كويس خالص. اظن بقى دلوقتي صدقتيني يا هنيه. ما تاخذنيش يا سعاده الباشا، برضو واحدة زي. لا يا بنتي، لا ابدا انا مقدر كل حاجة. صحيح ابن الاصول ما يعيبش ابدا. مش كده برضو ولا ايه؟ الشاي ده لا الدنيا بتلف. في ايه؟ دماغي بتلف. مش دماغك انت، دي دماغي انا. انت مجرم. تعالي هنا اهو. انت
السبب في ده كله انت اللي خلتيها تروح تجابله. الكلام ده لا يقطع عرج ولا يسيح دم. انت ناوي تعمل ايه دلوقتي يا خال؟ مفيش حاجة تغسل العار غير الدم. انا حاجتي. ارفع ايدك يا بخار، ارفع ايدك. انت ما كدبتش على الحصان جاي تذبحك في البردعه ولا يعنيك منها ضعيف؟ عطوة هي ضحيه مظلومه زيك يا خال. اللي يستحق القتل هو المجرم. انت عارف غريمك مستني ايه يا خال؟ عطوة انا هروح الم البلد ونهد عليهم الدنيا. وانا جاي معاك. عطوة عطوة. سعادة الباشا قوم يا سعادة الباشا قوم الحق. ايه ده؟ ايه اللي بره ده؟ البلد كلها قامت علينا. ايه الباشا بتقول ايه؟ فين الغفر؟ فين الغفر؟ اضربوا في المليان، اضربوا في المليان. اضربوا يا جماعه، اضربوا يا الباشا ومهرب يا سعادة الباشا. الناس دخلوا القصر وهيحرقوه. احرقوه باشا اهرب. انا عامل كل حاجة. يا سعادة الباشا. إن ثورات الفلاحين ضد استبداد الإقطاع وصلت إلى حد الاشتباك المسلح بين الذين ثاروا على عبودية الأرض وبين سادة الأرض المتحكمين فيها وفي أقدار الذين ارتبطت حياتهم بها منذ أقدم العصور. من الميثاق استمعتم إلى تمثيلية أيام زمان، كتبها للإذاعة طاهر أبو فاشا. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات عبد البديع العربي، عبد الغني قمر، شوقي بركة، إحسان الألعاوي، أحمد راضي، اعتدال شاهين، سيد القاضي، وعبد العظيم بدار. سجل التمثيلية بيومي مرسي، وساعد في الإخراج عبد المجيد شكري. أيام زمان تمثيلية من إخراج مصطفى صادق.